مرحبا بكم متابعي WM كورة. هنا موجزكم الإخباري اليومي عن المنتخب الوطني الجزائري والدوري الجزائري، لنأخذكم في جولة كاملة خلال 5 دقائق. أخبار المنتخب الوطني الخضر أجواء إيجابية رغم صمت اليوم. لا توجد أي مباراة رسمية اليوم للمنتخب، لكن الحديث مستمر حول تعزيز صفوف الخضر بلاعبين مزدوجي الجنسية. الأسماء البارزة في أوروبا ما زالت محل متابعة، خصوصا لاعبين شباب يمكنهم تمثيل الجزائر في المستقبل. تطرق الإعلام الرياضي أيضا لسبب عدم إمكانية انضمام لاعب ماغنيس أكليوش، وهو قرار متعلق باللوائح الدولية والجنسيات. تصريحات ومتابعات. بعض المصادر أكدت أن الجهاز الفني للمنتخب يراقب عدة لاعبين في الدوريات الأوروبية استعدادا لكأس العالم 2026. الخضر يركزون على الاستقرار التكتيكي وبناء التشكيلة المناسبة قبل المباريات المهمة القادمة. تحليل سريع. الفريق بحاجة لتعزيز خط الوسط والدفاع، خصوصا أمام منتخبات قوية في كأس العالم. الأداء الدفاعي للحراس والخط الخلفي سيكون مفتاحا للنجاح. الدوري الجزائري، الجولة 19، اليوم الجمعة 13 من فبراير 2026. أبرز المواجهات: وفاق سطيف ضد النادي القسنطيني، مباراة قمة والمتابعون ينتظرون نتائجها لتحديد منافس الصدارة. شباب بلوزداد ضد مولودية البيض، مواجهة مهمة للفريقين للبقاء ضمن المنافسة. مستقبل بيدف ضد أولمبي الشلف، مباراة صراع على النقاط. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة: لقاء سطيف والقسنطيني يبث على القناة الرياضية الوطنية 18:00 بتوقيت الجزائر. بقية المباريات تبث عبر القنوات المحلية ومتابعة مباشرة عبر المواقع الرياضية. ترتيب الدوري قبل مباريات اليوم: 1 مولودية الجزائر، تتصدر جدول البطولة بفارق نقاط عن أقرب المنافسين. 2 النادي القسنطيني، قريب جدا من الصدارة وأي تعثر قد يغير المعادلة. 3 شبيبة الساورة، تحافظ على مركزها ضمن القمة لكن تحتاج لتعزيز نتائجها. تحليل الجولة: مباريات اليوم قد تحدث تغييرات كبيرة في ترتيب الصدارة. أبرز نقاط القوة: هجوم سطيف والقسنطيني قوي، بينما الدفاع سيكون محور التوازن. تحليل الأداء والأرقام: أقوى خط هجوم مولودية الجزائر مع متوسط 1.8 هدف لكل مباراة. أفضل دفاع: النادي القسنطيني، سجل أقل الأهداف المستقبلة حتى الآن. لاعب الأسبوع: مراقبة خاصة لأداء مهاجمي الفرق الكبرى في الجولة 19. من المتوقع أن يشهدوا صراعات مثيرة على لقب هداف الجولة. كأس الجزائر 2025 إلى 2026، الأدوار الأولى مستمرة، وفرق الدوري الممتاز تدخل المنافسة على اللقب الوطني. المتابعون يترقبون مفاجآت محتملة، خصوصا مع مشاركة فرق من الدرجة الثانية. خلاصة الموجز: المنتخب الوطني لا جديد اليوم رسميا، والتركيز على التحضير لكأس العالم 2026. الدوري الجزائري، الجولة 19 حاسمة. أبرز مباراة اليوم: وفاق سطيف ضد القسنطيني. ترتيب الدوري: مولودية الجزائر تتصدر، القسنطيني قريب من المنافسة، والجولة اليوم قد تغير المعادلة تماما. ابقوا معنا على WM كورة وسنوافيكم بالنتائج مباشرة بعد المباريات.